بتبتدي قصة الفيلم باتنين حبيبة كامبل وإيريس في الستينات. وكامبل بيكون مغمى عين إيريس عشان عامل لها مفاجأة للمكان اللي رايحينه. وبيوصلوا وكامبل بيفك المنديل من على عين إيريس، ولما بتفتح عينيها بتلاقي برج عالي جدا والافتتاح بتاعه النهاردة. وإيريس بتقوله انت بتهزر، ازاي هنطلع هنا؟ فهو بيقول لها جبت مكان ليا وليكي من المعارف. واللي بيدخل المكان بيكون الأغنياء بس، وبتكون قلقانة من لبسها. فكامبل بيقول لها انت زي القمر. وبيدخلوا وبيركبوا الاسانسير، وبيكون الارتفاع عالي جدا، وبيطلعوا للكازينو اللي فوق. وإيريس بتكون خايفة جدا من الارتفاع، وبتكون خايفة من كل حاجة حواليها. وبتقع قطعة زجاج من نجفة فبتخاف أكتر، وبتكون الدنيا كلها هايصة. وبتدخل الحمام وبترجع، ففي واحدة مغنية بيكون معاها ابنها. بتسألها انت حامل في الشهر الكام؟ فبترد إيريس شهر أو شهرين. وبتقول لسه ما قلتش لصديقي. وبتقف هي وصديقها من أعلى نقطة في البرج، وولد صغير بيرمي عملات معدنية، ورجل الأمن بيزعق له. وإيريس بتكون مركزة معاهم. وكامبل بيطلع دبلة وبيقدمها لها قدام كل الناس عشان هيتجوزوا. وبرضه الولد بيرمي عملات، فبيعمل عطل في مكنة الأسانسير، والمكان بيولع نار، والناس بتهجم على الأسانسير، وبيكون في تدافع والناس بتصرخ. وإيريس بتلاقي الأرض والسقف بيتشققوا، وناس كتير بتقع وبتموت، والمكان بالكامل بيتدمر. وكل ده بيكون حلم الحفيدة إيريس اللي هي اسمها ستيف في العصر الحالي. وبتقوم مخضوضة وبتحكي لصاحبتها على طول إنها بتحلم بالكابوس دوت. والصبح بتتحرك بعربيتها وبتكون قلقانة، وبتوصل لبيت أبوها. وأبوها بيرحب بيها وبتسأله عن إيريس، وبيقول لها اوعي تجيبي سيرة عنها لعمك هوارد. وبتتحرك هي واخوها تشارلي لعمها عشان تسلم عليه. وتشارلي بيقول لها انت جيتي ليه؟ انت ما بتجيش غير في الاعياد بس. وبتروح لبيت عمها، وعمها وزوجته وولاد عمها بيرحبوا بيها. وعمها بيقول لها إيريس ديت تبقى أمي، وكانت بتخاف علينا جدا أنا وأمك، وما كانتش بتودينا المدرسة، وبتحبسنا في البيت، والدولة اتدخلت وخدونا أنا وأمك بعيد عنها. ولما خلفت كانت بتبعت رسائل مرعبة، وعمها مرضيش يقول لها مكانها، لكن زوجة عمها بتقول لها عنوانها. وبتتحرك بالعربية وبتروح لجدتها إيريس، وبتروح لمكان بعيد ومعزول وعليها بوابة، وبتقول في الانتركم أنا حفيدتك. فبتقول لها سيبي موبايلك بره. والبوابة بتفتح وبتدخل المكان، وبيكون مخيف جدا. وبتكون إيريس بقت ست عجوزة، وبتهرب دايما من الموت. وبتسأل إيريس ستيف عن أمها، وبتقول لها مش عارفة حاجة عنها، وهي سابتنا من زمان من 10 سنين تقريبا. وبتسألها إيريس ايه اللي جابك؟ فبتقول لها ستيف عشان بحلم بيكي وعن برج زي سكاي فيو. وإيريس بتتفاجئ لما بتحكي تفاصيل هي عاشتها فعلا. وبتقول لها إيريس قبل ما المكان ينهار أنا شفت المستقبل وقلت لكامبل المكان سينهار والكل هيموت. وبتاخد من الولد العملة وبتجري على المسرح وبتحذر الناس، وأنقذت كتير من الناس. وبعدها المطعم اتقفل، وبعد فترة دمروه بالكامل. فستيف بتقول لها يعني منعت الكارثة؟ فبتقول لها أيوة، لكن الموت أخد معظم اللي نجوا ولازم هيكمل. وبتقول لها أنا بقيت عارفة كيف أتوقع الموت هيحصل وأي حركة هتحصل، وكاتباها في الكتاب ده. وبتقول لها خليكي هنا، العالم الخارجي كله خطر، الموت هيلحقنا كلنا. وبتقول لها استني خد الكتاب. وستيف بتجري من الخوف، وإيريس بتحس الموت حواليها، فبتطلع بره البيت لستيف وبتديها الكتاب. وإيريس بتقول الكابوس هيتحقق، وفعلا بتسقط حاجة من سطح البيت على الأرض، ومن الأرض على إيريس، وبتموت في الحال. وستيف وهي في الجنازة بتعرف أبوها وعمها إن جدتها قالت لها قبل ما تموت إن الموت جاي لعيلتنا. وبيتفاجئوا بحضور دارلين أم ستيف، وطبعا بيقولوا على ستيف إنها مجنونة، وبتزعل وبتمشي. وبتكون ستيف قاعدة لوحدها، وبتلاقي حاجات بتتحرك حواليها، وبتمسك الكتاب اللي جدتها اديتهولها. وبيتجمع عيلة ستيف في نفس الوقت وعيلة عمها، وبيكونوا بيحتفلوا ان امهم عاشت وماتت وهي بعيدة عنهم، وانهم لازم يستمتعوا بالحياة لانهم ببساطة مش هيقدروا يرجعوا الوقت تاني. وفي نفس الوقت ستيف بتفتح كتاب جدتها وتشوف عربية كبيرة وشواية وسيارة زبالة
وفعلا بتهب نار من الشواية. وستيف بتتحرك بالعربية خوفا على عيلتها، وبتتصل على تشارلي وما بيردش. والشباب بيلعبوا على النطاطة، والعم هوارد بيلعب معاهم على النطاطة. وأم ستيف بتقوم جري وبتشيل آلة حادة أو آلة محراس من تحت النطاطة عشان محدش يتجرح. وللأسف بيتحرك المحرات الأوتوماتيك وبيخلص على العم هوارد. وستيف بتجتمع بعيلتها وبتعرفهم إن كلهم في خطر، وإن جدتها نجيت ونجت ناس كتير، وكلهم أنجبوا عائلات، ولكن كلهم الموت أخدهم، والموت هيجي لينا إحنا كمان. وكلهم بيكونوا خايفين ومش مصدقين ستيف. وأمها بتقول لها ما تخليش كلام جدتك يدمر حياتك زي ما دمرت حياتي. وبتكون قلقانة على ابن عمها، وبتكون فاكرة إن عليه الدور عشان يموت بعد أبوه. فبتصحي أخوها تشارلي وبيروحوا لابن عمهم، وبيتريق عليها وبيعمل نفسه خايف من كذا حاجة. وبتيجي بنت عمها كمان، وستيف بتحاول تبعد ابن عمها عن عربية الزبالة، لكن ابن عمها بيروح للعربية وبرضه بيتريق على كلامها. لكن للأسف العربية بتسحب أخته لما بتقع في صندوق الزبالة، وبيحاولوا يوقفوا العربية. وللأسف المفرمة بتخلص على بنت عم ستيف، وكلهم بيجتمعوا تاني وبيكونوا زعلانين على بنت عم ستيف، وكلهم بيعترفوا انهم كان لازم يصدقوا ستيف. وستيف بتقول انها غلطت في ترتيب الادوار، كان المفروض إيريك ابن عمي قبل بنت عمي. وزوجة عمها بتعترف ان إيريك مش ابن عمكم، ده ابن صديقي زمان وانا غلطت. وكلهم بيتصدموا، وإيريك بيسأل امه امال انا ابن مين. وكلهم في نفس الوقت بيكونوا مرعوبين، وابن عمها الصغير بوبي بيكون مرعوب عشان كده هو اللي عليه الدور بعد اخته. وبيسألوا ستيف هل جدتي كانت تعرف حد نجي ولسه عايش. فستيف بتقول ايوه، في واحد دكتور في مستشفى. وستيف بتخرج مع ابن عمها وبتكون خايفة عليه، وكلهم بيوصلوه للعربية. وفعلا بيوصلوا للمستشفى، وكلهم بيكونوا ماشيين بحذر شديد. حتى ابن عمها بوبي بيدخل من خلال الباب الإزاز بحذر شديد. وبيوصلوا للناجي من حادث البرج مع جدتهم، وبيكون عارفهم بالاسم، وبيكون هو الولد الصغير ابن المطربة. وبيفتكر لما كان صغير وإيريس أنقذته، وبيقول دايما كنت بتواصل مع إيريس وساعدتها في تحصين بيتها المعزول. وستيف بتقوله إن إيريس قالت لها إن في شخص وقف سلسلة الموت ونجي. والدكتور بيأكد نفس الكلام وقال أيوة، في واحدة كانت بتموت ونجح الدكتور إن ينعشها وتعيش، وده كسر السلسلة. والدكتور بيقول لهم أنا زهقت من الترتيبات ديت، في الآخر كلنا هنموت، وناوي أستمتع بحياتي وأقترح عليكم تستمتعوا بحياتكم. وإيريك بيقول لأخوه الصغير أنا هنقذك وسيبك من الكلام ده، إحنا هنعمل زي السيدة اللي كسرت السلسلة. وإيريك بيتدخل أخوه الصغير في غرفة أشعة الرنين، وستيف وأخوها وأمها بيدوروا على إيريك وأخوه. وستيف بتقول في مليون طريقة ممكن يموتوا بيها في المستشفى، وإيريك بيخليه ياخد حاجة عشان يموت لحظيا وبعدها ينعشه ويرجع للحياة. وأخوه بياخد حاجة فعلا، وللأسف إيريك وأخوه بيموتوا في غرفة الأشعة عشان جهاز الأشعة بيشفطهم وبيموتوا هما الاتنين. وبتتحرك ستيف وأمها وتشارلي لبيت جدتهم إيريس عشان أمهم قالت هي اللي المفروض تعيش هناك عشان تنقذهم. وكانت في شاحنة كبيرة هتتصدم فيهم، لكن بتعدي على خير. وبيوصلوا للكوخ بتاع إيريس، وبيكون في أجواء خطر حوالين الكوخ، وبتكون البوابة مقفولة. وبيجتازوا البوابة بالعربية، وبتنزل أم ستيف من السيارة هي وتشارلي، وشرارة بتبدأ بعد انصدام الأتوبيس بالبوابة والبيت، وبيحصل انفجار رهيب جدا. والأم بتكون في خطر وبتقول لتشارلي انقذ أختك. وللأسف بتموت الأم قدام تشارلي، وتشارلي بينقذ ستيف وبيحضن أخته وبيقول لها انت كنت بتموتي وانا انقذتك، كده الخطر زال. وستيف بتسأل على امها، لكن تشارلي بيقول لها للأسف ماتت. وبعد فترة بيكون والد ستيف وتشارلي مبسوطين، وبيكون تشارلي هيتجوز. وستيف لما بتحط وردة في جيب تشارلي بتتعور، فبتتخض وبتعرف انهم في خطر. والسيدة العجوزة اللي اخدت العملة المعدنية بتسقط منها العملة، وبتجري العملة وبتتعلق بين قضبان القطر. وبتحس ستيف واخوها باجواء موت، وفعلا القطر بيطلع من القضبان وبيمشي بره القضبان، وبتجري ستيف وتشارلي والقطر وراهم.
والقطر بيقف وتشارلي بيشد ستيف وبيجروا، لكن للأسف أخشاب الشجر بتموت ستيف وتشارلي. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.